افتح التلفزيون الاقي تعاطفنا مع فرنسا، الاعلام مع فرنسا، فرنسا فرنسا فرنسا. اروح افتح الفيس الاقي كله مغير صورة البروفايل بعلم فرنسا، وتعاطفنا مع فرنسا، السوشيال ميديا كلها فرنسا فرنسا فرنسا. الاقي واحد صاحبي داخل بيقول لي انت ازاي مش متعاطف مع فرنسا، انت ازاي مش مغير صورة البروفايل وعاملها علم فرنسا، انت ما عندكش دم. استنى استنى استنى، اللي بيحصل، التفجيرات اللي حصلت في فرنسا دي بتحصل عندنا كل يوم. التفجيرات اللي حصلت في فرنسا دي بتحصل في مصر كل يوم، والاف من المصريين بيموتوا. هل انت اتعاطفت مع اولاد بلدك المصريين؟ لا، ما اتعاطفتش معاهم. لكن بتتعاطف مع فرنسا. اتعاطفت، هل انت اتعاطفت مع سوريا؟ هل اتعاطفت مع فلسطين؟ اتعاطفت مع العراق؟ اتعاطفت مع غيرهم وغيرهم وغيرهم من المصريين؟ لا، ولا عاطفت مع حد من المصريين خالص. لكن دي فرنسا يا عم، فرنسا يعني يعني السلطة. لكن المصريين غلابة، عمرك ما تتعاطف معاهم. شوف ولاد بلدك مش هتتعاطف معاهم، لانهم ايه؟ غلابة. لكن دول فرنسا، يعني السلطة زي ما قلت لك. لو بطلنا زيطة شوية وتعاطفنا، تعاطفنا كلنا، والإعلام كمان، تعاطفنا مع مصر واللي بيحصل في مصر والتغيرات اللي بتحصل في مصر، ربع اللي تعاطفناه مع فرنسا، اقسم بالله بلدنا تبقى احسن بكتير.